أبوها دكتور وأمها عارضة أزياء، وأخوها فنان شهير ورفض احترافها الفن. كانت عيلة مدللة من صغرها والشقاوة هتنط من عينيها. رقصها قدام العندليب كان وش الخير عليها، واتعلمت الرقص في باريس وأسبانيا، وما عرفتش تعيش حياتها وما تقدرش تعيش من غير حب. الوجه الآخر للنجمة شريهان، يا ترى إيه أسرار حياتها؟ حكاية الخرزة الزرقاء اللي اداها لها العندليب وفريد الأطرش، ليه اتحرمت من طفولتها؟ يلا بينا نعرف كل أسرار حياتها في الفيديو ده، بس خليكم متابعين معايا للنهاية في مفاجآت مثيرة. اللي شافته الفنانة شريهان وهي صغيرة خلاها لما كبرت تتكسف تتكلم عنه، وكل ما حد يقول لها كلمينا عن طفولتك مع أهلك وشها يجيب ألوان وتبقى مش عارفة تقول إيه. شريهان اتولدت في عيلة متريشة قوي، أبوها كان محامي كبير ودكتور في القانون، وأمها سيدة أعمال وعارضة أزياء. طبعا شريهان كانت آخر العنقود في إخواتها، وأمها جابتها بعد ما كبرت في السن، وعلشان كده كانت مدللة جدا، وأبوها حنين عليها، وهما الاتنين بيتنافسوا على مين يدلعها أكتر من التاني. كانت شريهان عيلة ذكية قوي ولماحة، وفي نفس الوقت شقية وكمان عنيدة، لا يمكن تعمل حاجة غير لما تفهمها كويس. كبرت وبقى عندها حوالي 7 أو 8 سنين كده، وسط الحب والدلع ده كله. في يوم أمها خدتها وسافروا لبنان علشان تحضر عيد ميلاد أخوها الفنان عمر خورشيد، ولحسن حظها كان موجود العندليب عبد الحليم حافظ وفارد الأطرش ووردة وجوزها الموسيقار بليغ حمدي. كانوا كلهم قاعدين يغنوا وأخوها يعزف. أول ما سمعتهم شريهان قامت وقفت في النص وهاتك يا رقص، لدرجة إن العندليب عينه دمعت من كتر انبهاره بحلاوة رقصها وجمالها. فقام قالع السلسلة اللي كان لابسها في رقبته وفيها خرزة زرقاء واداها لها علشان ما تتحسدش. وهنا شافوا فريد يسكت، لا ده قال له كده يعني تديها السلسلة وانا مش معايا حاجة اديها لها. وقام تاني يوم نزل بدري اشترى لها سلسلة فيها خرزة زرقاء واداها لها برضه. وبسبب الموقف ده خدت ثقة في نفسها وحبت الفن، واول ما رجعت قالت لهم انا عايزة ادخل الوسط الفني. هنا امها وافقت، انما اخوها قال لها مستحيل، ما الفنانات اهم كتير على قفا من يشيل. عمر خورشيد كان مبرره انها علشان تبقى فنانة لازم تبقى شاملة وتعرف ترقص وتغني وتركب خيل علشان تبقى مميزة عنهم وتكمل. وقال لها بس سيبك من كل ده، لازم تهتمي بدراستك اكتر. فقالت له ما تخافش انا مش هقصر في دراستي. مع اول طيارة سافرت لندن ودخلت مدرسة خاصة لتعليم الرقص، وبعدها سافرت باريس واسبانيا تدرس في مدارس رقص تانية. وكمان الغنى اتعلمته، واول حاجة اشتركت فيها برامج للاطفال، وبعدها اشتركت في اكتر من عمل لحد ما بقت النجمة شريهان. طبعا كلكم دلوقتي بتسألوا وتقولوا ليه كانت بتتكسف تتكلم عن طفولتها. هقول لكم علشان بعد رحيل امها وابوها لقيت نفسها ما بتعرفش تعمل حاجة خالص، ولا عارفة تعتمد على نفسها او تشيل مسؤولية. ده حتى بنزين العربية ما كانتش بتعرف تعمله، ولا فنجان القهوة، وعانت كتير لحد ما عرفت تشيل المسؤولية. بس رغم كل الهنا ده ما عرفتش تعيش طفولتها ولا مراهقتها بسبب حبها للفن اللي خلاها تهتم بيه على حساب حياتها الشخصية. اما بقى عن الحب في حياتها فهي ما كانتش بتعرف تعيش من غير حب، وحبت كتير بس القصص ما كملتش. وبالمناسبة هي اتجوزت مرتين، الأولى من رجل الأعمال السعودي علاء الفاسي وانفصلت عنه، وبعده وقعت في حب رجل الأعمال الأردني علاء الخواجة جوز الفنانة إسعاد يونس، واتجوزته وخلفت منه بناتها اللؤلؤة وتالية القرآن.